الشيطان الرجيم أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. صدق الله العظيم. جزاك الله خير الجزاء. أدعو معك سيد عبد الله محمد أحمد. waxaan iminkan wacaya arday kale oo ardada sanadkan qalin jebinaysa kamid ah halkan ka soo jeedin doona kelimad tarxiib kelimad soo dhaweyn ah oo ku baxaysa luqada carabiga waa Ahmed Abdullah Macalin Nuur wala tafadhal mashkuura. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا يليق بجلال الله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار. أولا استلموا مني تحية ميمونة تحية ومليئة بالحب الصادق تحية لا نظير لها تحية لا شبيه لها تحية تتماير لها الأشجار تحية تذهب عنكم الأحزان ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثانيا إدارتنا الرشيدة أساتذتنا الكرام أولياء الأمور ضيوفنا المحترمون يسعدني أن أقف أمامكم لألقي كلمة الترحيب وأقول قد تبسم القلب للزوار ومرحبا بكم نفتقر وتهللت مدرستنا بكم وتشرفت نفوسنا بقدومكم ونرحبكم ترحيبا حارا ونتمنى لكم وقتا سعيدا ومليئا بالحب كما يحب الله تعالى ويرضاه. فأهلا بكم في هذه المجلس المبارك مجلس حلفة الطلبة الخريجين والطالبات الخريجات من مدرسة إمام مالك الأساسية والثانوية للعام الدراسي 2013 إلى 2014 ونقول لكم حتى ولو علمت الدار بمن زارها لفرحت واستبشرت ثم طاست موضع قدمين وصاحت بلسان الحال قائلة أهلا وسهلا بضيوفنا الكرام. ثالثا عزيزاتي الخريجات وأعزائي الخريجين أهنئكم
وأهنئ أهلكم وأحباءكم وأصدقاءكم بتخرجكم من مدرسة الإمام مالك الأساسية والثانوية. ها أنتم تقذفون اليوم ثمار السنوات من العمل الجاد على مقاعد الدراسة. فهنيئا لكم على ما صنعت أيديكم. وأخيرا نرجو لكم وقتا ممتعا وأن تتمتعوا باستماع برنامج الحلفة التي سترونها لائقة بهذا المقام. ونشكركم على حسن استماعكم وعلى القدر نكتفي وعلى الحب نفتقر وعلى الود نلتقي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. aad bay u mahadsan yahay ardaygaasi lagu magacaabo Axmed Cabdullaahi Macanuur. halkan inoogu soo jeedinaya kelimatu tarxiib oo ah kelimad soo dhaweyn ah oo ay ugu talagaleen dadka marti sharafta ah ee kala soo qayb gala maanta xafladda ay ku qalin jabinayaan. waxaan ku jirnaa barnaamijkeennii qaybihiisii hore. iminka waxaan gelaynaa kelimad kale oo weli dhinaca ardada ayaan ku jiraa ku saabsan ahamiyat atacliim fi xayaati lmuslim. kelimadaas laba qayb ayay noqon doontaa, qayb English iyo qayb carabi. waxaan isku hormarayaa qaybta English ku baxaysa. Yunis Cabdiweli Axmed ayaan iminka u yeerayaa, ayadoo ku xigi doonto gabar isla kelimadaas ku jeedin doonta luqa alcarabiya. falyatafadal mashkuur. At first, the most degree of most merciful. The importance of education. Education is essential for everyone. It is the level of education that helps people in respect and recognition. In my opinion, it is an indispensable part of life both personally and socially. However, the unequal standard of education is still a major problem that needs to be solved. The importance of education is undeniable for every single person. It goes without saying that education has a positive effect on human life. All people need to study. Only with the advent of education can people gain knowledge and enlarge their view over the world. For example, learning by watching TV or reading books gives people a huge amount of information about anything they are interested, such as mathematics, current news, exchange rates, other countries' cultures, and so on. Apparently, people may become more useful and civilized if better educated. In areas where residents are not able to receive and appreciate education, life cannot be as healing and prosperous as locations where there is a high standard for education. Secondary education plays such a rudimentary role on our society that we cannot even imagine a life without it. It is a determined element for the civilization of a human. Not only does it help us develop healthy surroundings, but it also generates and advances communities. As a matter of fact, everything we create today is based on the knowledge that in inventing equipment and devices, resulting in a higher technology nowadays. The more developed life becomes, the more necessary education is for everyone. Although education has a significant influence on life, the average education is not the same in different areas. As a result, strategies are being made to resolve the problems. Without education, life will be disastrous and determinal. Consequently, to this day, we are trying our best to make education global and accessible for everyone, particularly the poor and the disabled. There are still some places where the inhabitants are almost completely uneducated, causing serious lack of knowledge. Additionally,
every child should be given equal opportunities to learn and study, because the development of a country depends firstly on the standard of education. It must do everything in its power to improve it, although the educational systems of different countries are not similar, but they have to share common goal, which is provide its citizens equitable and global learning. In conclusion, education is absolutely beneficial for the society on the whole. It is a lifelong process to each person that needs to be reinforced throughout life. However, we need education system that might eradicate illiteracy and may provide the common man an access not only to basic education but also to higher and technical education. Thank you very much. Gracias. وهاك aad buu mahadsan yahay Yunis Cabdiweli Axmed oo xaqiiqatan mawduuc aad iyo aad soo jiidasho leh halkan ka soo jeedinayay. Without education life will be disastrous. Qofka hadduu wax baran nolosha ayaa waxay ku noqon doontaa oo nool yahay laftigeeda mixnad oo xakameeyo oo asaga iyo ku noqon doonta. Waa sax sidoo kale you cannot imagine a life without education. Qofka yani ma takhayuli karo isla markaana ma malayn kartid nolosha sidoo ay ka doonto qofka hadduu wax baran. Waana sax oo adduunyada maanta waxaa la isku dhaafay waa cilmi ma ahan xoog iyo wax kaleeto. waayahay kalimaadka ardada haddii aan labeeyo isla mawduucaas hadda English ku baxaya isagoo Carabi ah waxaa soo jeedinaysaa gabar ka mid ah gabdhaha sanadka kan qalin jabinaya. waa gabadha lagu magacaabo Naima Ali Farax. faltatafadali mashkuuratan. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أصلي وأسلم على خير البرية صلى الله عليه وسلم. أنا مسرورة جدا لمجيئكم ومشاركتكم بحفلتنا القيمة أيها الضيوف الكرام من الآباء والأمهات والشركاء والمسؤولين. أقدم إليكم تحية من عند الله ممزوجة بالحب والاحترام والترحيب وتحية خرجت من سبيل قلبي ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد التحية والاحترام والترحيب باستفادة هذا الوقت أن أوجه إليكم موضوعا بعنوان أهمية العلم في حياة المسلم. حب العلم وغلب وبدل الوقت له والبحث عنه هو أمر يجب أن يكون أساسي في حياة كل مسلم. والحمد لله بدأ شبابنا أهمية العلم ويدرك أثره في حياة المسلم، ولكن كثيرا من شبابنا يعتقد أن مسألة طلب العلم المنصوص عليها في القرآن الكريم والسنة النبوية تخص فقد العلم الشرعي بفروعه المتعددة، ويعتقدان أنه من الخطأ أن يطلب المسلم أي نوع من علم ما عدا العام الشرعية ومعرفة الدين والعقيدة. فشعب الصحوة الإسلامية يظنون أن طلب العلوم الحياتية مثل الطب والكيمياء والفيزياء والهندسة والفلك وغيرها من العلوم النافعة هي من طلب الدنيا ومتاعها الزائل، وأنه ينبغي على الإنسان المسلم أن يبذل من العلوم من يصل به إلى الجنة، وهذا في اعتقادهم ينطبق فقط على العلوم والشرعية. ولا شك وأشرف العلوم وأهمها وأجلها فمعرفة صحيح الدين، فهم العقيدة وتفسير القرآن الكريم، ومعرفة سنة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وسيرة أصحابه. فالعلم هو شعاع النور الذي يهدي الإنسان إلى الصراط المستقيم بإذن الله سبحانه وتعالى ويخرجه من الظلمات والجهل والفتن. وإلى هنا اختصر كلمتي وأشكركم لإجابة دعوتنا، وخاصة أشكر بصديقتي أسلم محمد عبد الله أسلداد. وإلى لقاء الآخر، وآخر دعوانا إن الحمد لله رب العالمين
وهذه الكلمات القيمة أخذت القلم بوقتكم. نعيمة علي فارح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وتعي هذا يوم أتصنتها النعيم على الفرح وكلمة داسي قيمة بدن نص جديد سعيدنا وهي هاي وانتجينا إمن كان وحنا ويريا مسؤول كتسن مسؤولين جامعة سيمة يونيفرسيتي ومالتا مرتدى قلنا هاي وحنا باقيا الأستاذ يحيى أبو بكر أحمد فليتفضل مشكور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد السلام بقينك مؤسسة أستاذ أحمد صلاح مدح تعليمته سكولك ابن مالك إمام مالك أستاذ علي آدم مدح نقالها أما فاينانسية هي امتحاناتك أستاذ إبراهيم والدينتا معلمينتا ميدياها أرديدا إيو كسو قيب قلياشا أو شرفت أن آد بوسو بين الضيوف نوع مانتي مرتدى نوع عن إذنكم سلام يا مكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد السلام حرب علينا إذنكم سلام جامعة سيمت حن إذا الله ويلكم سيمت يونيفرسيتي مرة بهذا كنا نديريو جامعة سيمت وجامعة non profit organization في إحسان إلى يوم الدين. أما بعد مركو هوري وحان كفر أحسن هاي حفلة قلت جبنت وآد قيمة بدل مانتي إن أن هرتي نسوى إستاغو أنيو كترجميو شعورك فرحة قبلي أنت هاي دمان أنيو مثليو مع اسكو هلايو مقع معلمينتا maanta waa maalin aad u weyn maadaama madrasada Imaam Malik al-Asaasiya والثانوية ay ka qalin jabinayaan dufcadii lixaad. waxaan dhahayaa maanta qalin jabin farxad leh aad u weyn, macallimiinta aad ugu weyn, ardayda aad ugu weyn, maamulka aad ugu weyn ayaa maanta ayaa loo fadhiyaa xafladaas. waxaan dhahayaa ardayda hore u sii socda. ustaadkeeni sharafta badnaa al-ustaad cilmi bixlow wuxuu eraygaas noogu bedelay qalin jabin, qalin bedelasho. qalinkii lama jabin laakiin maxaa lagu bedelay? qalinkii waa la bedelay, hore ayaa loo sii soconaya. ardayda waxaan dhahayaa hore u sii socda. taasna waxaa maanta iska leh waalidkii sacab iyo tiir ku beelay maamulka sharafta badan ee Imaam Malik. war badan uma soo istaagin. hambalyo hanii'an lakum. assalaamu calaykum. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ألبي وما سنتع الأستاذ عنب سعيد يوسف وحفلة دينا قلن جميل تبوبة الشيء إن قلن رسوق هذا النهارده. شكرا لك هذه وما سنتع واسع حقيقة ومفترق طريقة لها مركب ماشي أنا كلا تشوف ومرحلة التعليم الأساسي وبعد ما يسمعني تعليم تكلا توت وتكليارك هذا الهين ويكاسي طبعا حقيقة وأنا واحد فرحة. ألبي وما سنتع الأستاذ عنب سعيد يوسف مركبنا هذا برا معك فتح كوي برا ده نقطة تكلي وحاول يا جبر كم إذا كبرها فهو مجا ورقيه حسن أفرح وكم إذا ولي بكبرها قلنا جبنا السنة كان لبقى طبعا سدح طبعا لبقى طبعا آخر تفضل مشكور. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وحاركان السلام يا دمان مامور معلمين شركة بعض الحافظة جامعة جامعة السمك. وحاركان سويتاجين عن كسودي الجوية ومعنا دون اسمه شركة طبعا. أخبارت عن وضع أمان ويكوين يحي وجدد عن مضلة يحي أجني جوا ونوصي حي الباب مصر لقى
gala waa imaam maalik ee ummadihay ma ogtihiin iftiinka ka baxaya aadmiga ishu ku wada hayaa waa international ee ummadihay ma ogtihiin waa iskuulka ah iftiinka ee ummadihay ma ogtihiin dadweyniga kala duwan macallimiin aqoon looga haray ayaa kuugu heegan in ummadihay ma ogtihiin qof aan loo toojin albaqra masaxaye international imaam maalik qofkii aan arkinna aqoon waa ka oodan yahay ee ummadihay ma ogtihiin iskuulkeenna maamuuska leh maamulkeenna sharafta leh macallimiinteenna waxgaradka ardaydeena midaysan allow sama nooga yeel noolow u maciin wax kasta midigtooda ka yeel musbaax nuurka ifaya madarasadeenna nooga yeel mugdi iyo jahli meel looga meelo madarasadeenna nooga yeel cilmi meel looga maqsuudo madarasadeenna nooga yeel magaceeda haraagee iyadaan maanka ku haynaa kama maarmi karayne allow sama nooga yeel haddii iskuul wacnaan iyo faa'iido leeyahay waa international imaam maalik ee adinkuna fahma arday wada faahimiina mid foodista aan lagu arag waa imaam maalik ee adinkuna fahma haddii aan yaraa faalaan ka bixinayaa fiidkii baa la gaarayaa anigoo faan ka wadin waxa aqoonta waa imaam maalik ee ardayda adinkuna fahma feejignaan iyo fikir dheeriya waa imaam maalik ee arday adinkuna fahma iskuulka mudnaanta maamuuska sharafta leh magaciisu mug weyn yahay waa international imaam maalik ee arday adinkuna fahma mas-uuliyiin sare maskaxdooda ku filan tahay maqana jooga aan lagu arag waa international imaam maalik ee ummadahay ogaada midnimadooda iyo muuqooda wacana sidii muraayadii bay magaalada u nuuriyeen international imaam maalik allow sama nooga yeel kusoo gabagabeynaa dadkii aan soo qalgalay iskuulkeena haatan waxaan isku dayaa inaan siiyo fursada jaamacadda simad oo maanta nagala qayb qaada farxadeena bal ila eega simad daafi weye suxuna ma adeegto samaan bay ka talisaa saruqaadka aqoontiyo sanadka caan ku tahay anna waxaan sifeeye sumad wacan u yeelay sambalada jaamacadaha inay ka tareyso kana soo macaan tahay saxiix baan u saarnay Soomaaliya dhammaantiin simad waa u siman tihiin saqiir iyo kabiir iyo saxasaxood goon badan salaam qaaliyo samada soo dhex jirta ku sii sagootini samadoonka caanka hasaduugina simadun ha ilaabina simad inay u sareyso mas-uuliyiin sare madaxda maamulkooda mas-uuliyiin madax sara maamul ay ka yihiin macallimiinteeduna wacan yihiin ardaydeedu midaysan tahay ma ogtihiin Soomaaliya simad waa tusaale wacan iyo hooyada tiknoolajiyada Soomaali idilkeed ayaa tabaysay ma ogtihiin murtida la meelmeeliyo maqsadkaygu wuxuu ahaa inaan simad sifeeyaa saacad walba ay ahaataa aqri laguma soo koobee malaayiin iyo milyan jeer marxabeen iyo mahadcelin inay simad iga mudan tahay ayaan halkan ka sifeynaya aad bay umahadsan tahay gabadheena ruqiyo xasan afrax oo noo soo jeedinaysa nin gabayga marka hore buraanburo المسلم حر في الدنيا لا يقبل أبدا بالذل لم يسجد للطاغوت ولا للظالم في أعتالين المسلم حر في الدنيا لا يقبل أبدا بالذل لم يسجد للطاغوت ولا للظالم في أعتالين قد باع الروح وارخصها لله بساحات الهول
فلتعصف ريح الليل به سيظل يسير ويستعلي. قد باع الروح وأرخصها لله بساحات الهول فلتعصف ريح الليل به سيظل يسير ويستعلي. المسلم نور في الدنيا أنقذها من